عارفين اليوم اللي بيبقى عندكم ضغط شغل فيه رهيب ونفسكم ان انتوا تخلصوا وتروحوا ويجيلكوا في نص الشغل مكالمة ان انتوا جايلكم ضيوف كمان كام ساعة؟ ده بالظبط احساسي النهاردة او احساسي في اليوم اللي كان فيه الفيديو ده. انا كنت حرفيا بستنى اللحظة اللي اروح فيها اغير جو، كان حر جدا وكنت تعبانة جدا في اليوم دوت، وكنت راجعة حرفيا ما عنديش طاقة ولا نفس ان انا اتكلم مع اي حد، مرهقة وتعبانة وزهقانة. بس لما جالي التليفون ما بقتش عارفة اقول لأ ولا اقول اني مش قادرة، لاني متعودة دايما ان انا اكون جاهزة ودايما مستعدة لاي زيارات. بس عايزة اقول لكم زي ما انتم شايفين انا بدأت انظف وانا بلبس الشغل، يعني حتى ما غيرتش وانا بنظف. كنت بفكر كام واحدة بتشتغل بتمر او يومها بيمر ازاي. تصحى الصبح بدري تجهز نفسها وتجهز ولادها، اللي يروح حضانته واللي يروح مدرسته وهي تروح شغلها، وترجع تلاقي بيتها محتاجها، عيال بتعيط، هدوم متوسخة، أوضة متبهدلة، أكل ما تعملش. يعني حرفيا الست اللي شغالة مش بتشتغل شغلانة ولا اتنين، دي بتشتغل مليون ألف شغلانة. فربنا يعين يا رب كل ست بتحاول تجاهد الزمن اللي احنا فيه دوت وتكون أم وزوجة كويسة وتحاول ان هي تساعد برضو. زي ما شفتوا أهم جزء كان في الريسبشن مش متنظف هو السفرة، والحمد لله تم بحمد الله. الانتريه ما كانش متوسخ بنفس الدرجة اللي كانت فيها السفرة، فالحمد لله كده اعتبر خلصت الريسبشن. سواء انتي بتشتغلي او لا، فانا حابة ان انا اقول لك شكرا، لان انتي ايا كان بتشتغلي او لا بتسابقي الزمن عشان تبقي احسن وافضل. واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي.